المنتخب يعمل أداء جيد إلى حد ما وقد إلى تبديل مختلف على الأشواط اللي شاهدناها لما مباراة دائما هذه المرة كنا على المدافعين وسط المباراة هي أتيحت لنا ممكن الصغير الكرة الثابتة جدا المنتخب الهولندي في الكرة الثابتة في عملية الرقابة يعني بعض الشيء ممكن يسجل هدف يجب تغلب الفرص بشكل افضل. حكيمي كان قريب من التسجيل صيبه غير محظوظ العلاوي وناحي كذلك في عمليه التسديد اللي كانت بعيده عن المرمى، لكن كان هناك خشونه، كان هناك بعض التدخلات عنيفه، التحامات، كان استفزازات كذلك استفزازات اللاعبين انهم ما يدخلوا معهم في الاستفزازات هذا خصوصا سيفاري خطر في دوري الهداف. طبعا يجب يكون هادئ اكثر حتى ما ناخذوش يعني بطاقات. مزراوي اليوم مقدم شوط رائع، ما شاهدناش دانفريز وحتى الخنوس لانه دائما يساعد في الادوار الدفاعيه. وسط الملعب مميز في عمليه اشتكاك الكره. الجهه اليمنى حكيمي ما شاهدناش دياز، خلينا نشوفوا اكثر في الشوط الثاني لانه ممكن يدخل العمق اكثر وممكن يشكل خطوره. لغايه الان ما شاهدناش. التسديد يجب فقط تركيز وعدم ارتكاب الاخطاء لان دائما شوف شادي مع لاعب بومبي دائما لاعب يحجز، يمسك بيديه ويحجز المدافع ويستغل قوته وسرعه دائما في عمليه حصول ما يخليش اكثر وما امكن شوط فيه نوع من الخشونة، الالتحامات كثيرة. هل ترى المنتخب الهولندي المناسبة للمغرب؟ أعتقد أن التدخلات جاءت من الطرفين، ليست فقط من الطرف الهولندي، من اللاعبين المغاربه واللاعبين الهولنديين. مباراه تكتيكيه من الطرفين. المنتخب الهولندي ينتظر الاخطاء والمنتخب المغربي ينتظر اخطاء اللاعبين الهولنديين، والاخطاء من المنتخب الهولندي جاء من الكرة الثابتة. الفرصة الأولى جاءت من خلال بناء هجومي وتموقع جيد للاعبين المغاربة. إذا عانينا من الكرة الثابتة وسبب ذلك أننا نلعب بدفاع المنطقة. أنت في كل مرة جاء لاعب مغربي وقفز إلا وشكل خطورة وأخذ الأسبقية. هذه اللقطة التي تتحدث عنها. إذا هذا هو دفاع المنطقة. إذا ليست هناك مراقبة لصيقة، وقوف في منطقة ضربات الجزاء دون فائدة. إذا المأمورية صعبة على الطرفين. سايبري حصل على فرص صريحة ونحن حصلنا على فرصة من فان ديفان من خلال تصويبة مؤثرة. إذا مباراة متوازنة بنسبة 50% ونحن ننتظر هدف من كلا الطرفين، وهذا ما يزيد من حماس هذه المباراة والتشويق. إذا المغاربة والهولنديين ينضبطون تكتيكيا. بالنسبة لشخص غير متحيز هي ليست المباراة الجيدة. قراءتك لهذا الشوط ورأيك أيضا في الدفاع المغربي الذي شاهدناه صلبا منظما حدا من خطورة هجوم هولندا؟ فعلا أظن بأنه من الناحية المغربية لا يوجد نفس الضغط الذي فرضناه في المباريات الأولى، خاصة أول مباراتين. المنتخبان هما في نوع من المراقبة وجس النبض بلعب بتكتل متوسط ليس منخفض ولا متقدم. كما قال رود كذلك المنتخبان ينتظران استغلال أي خطأ أو أي فرصة من قبل الخصم كي يذهبوا للارتدادات السريعة. لذا المنتخبان يواجهان كذلك بعض الصعوبات في إيجاد الثغرات أو المساحات في الهجوم لمحاولة الوصول إلى المهاجمين. من الناحية المغربية كذلك لاعبون يأتون ويتأخرون كثيرا للمس الكرة. بالنسبة للمنتخب الهولندي نفس الشيء مع متوسط الميدان
يلمسون الكرة أكثر من أي يصعب الوصول للمهاجمين إلا باللعب المباشر الكرات الطويلة. أظن أيضا أنه هناك ربما ضغط أقل من العادة أو الشراسة أقل من العادة نظرا للحرارة والرطوبة، وكذلك هناك الضغط وكذلك أهمية المباراة. هناك ترشح بعد هذه المباراة، لذا هناك بعض التوتر، لذلك لا مساحات كثيرة، وهذه كلعبة شطرنج. تحدثنا عن ذلك مع رود منذ قليل بين الشوطين. الكل يراقب، وهذا صراع تكتيكي بحت، وأول فريق سيسجل سوف يجعل المباراة مفتوحة على كل شيء تقريبا، ويكون هناك ربما هجومات أكثر وضغط أكثر، ولكن كلا المنتخبين يحاولان السيطرة على اللعب على النسق دفاعيا، خاصة المغرب يدافع بشكل جيد جدا كما قلنا منذ قليل على الارتدادات، قريب جدا من المهاجمين المدعين عند خسارة الهولنديين وعند خسارة الكرة، لذا يمكنهم من استرجاع الكرة وصنع الفرص. فاصل مشاهدينا ثم نعود لنواصل.